طيب تعالوا نعمل بقى درجات البشرة من الألوان الأساسية بس الأحمر والأزرق والأصفر. أول حاجة خالص أنا بشتغل حسب الدرجات اللي أنا عايزاها. بمعنى إيه؟ يعني بمعنى مثلا مية اللون اللي موجودة في كل مساحة في البورتريه أو الجسم اللي أنا برسمه. مثلا لو المية اللون دي فيها شوية أخضر أو فيها مثلا بنفسجي، لو فيها أخضر أنا بشتغل بأصفر وأزرق أكتر من الأحمر. لو فيها شوية بنفسجي فأنا بستخدم الأزرق والأحمر والأصفر بسيط، وببدأ أشتغل على الأساس ده. كل درجة فيهم بستخدمها أو كل لون فيهم بستخدمه حسب اتجاه الضوء والظل اللي موجودين على المساحة اللي أنا بشتغل عليها. بمعنى إيه؟ يعني مثلا استخدمت اللون الأحمر في الأول زي ما أنا شغالة دلوقتي، ببدأ إن أنا أشتغل منه غامق وأفتح 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 لحد ما أوصل لاتجاه الضوء. وكذلك لما أبدأ أستخدم عليه اللون الأزرق والأصفر. عادة لما باجي استخدم الدرجة الفاتحة ببدأ فيها من اتجاه الضوء واحاول ان انا اخليها خفيفة على قد ما اقدر، وبعد كده بروح عليها لاتجاه الظل عشان ادي مية لون بشرة او بني محمر في الاخر. لو انا عايزة درجات بني محمر بستخدم الاحمر في الاخر طبقة. لو عايزة ادي شوية درجات اغمق اكتر او بني مثلا بشرة افريقية او حاجة بستخدم الازرق اكتر في اخر طبقة في تصدير البشرة. او استخدام عموما الالوان الخشبية على فكرة الطبقات، وان انا لما اعمل طبقات من اللون كتير بتخليني اوصل لدرجات اغمق من نفس اللون او درجات اغمق في المساحه اللي انا محتاجاها. يعني مثلا لما اعمل درجات بشره غامقه هحتاج ان انا ازود طبقات من الازرق، ازود طبقات من الاحمر وكمان من الاصفر. لما احب ان انا اعمل درجات بشره افتح شويه فبحتاج ان انا اقلل الطبقات دي. كل ما الطبقات بتاعتي قلت كل ما درجات البني او الدرجات بتاعتي البشره تكون افتح اكتر. طيب ممكن جدا في حاجة من الحالتين ان انا اعمل بلند او ادمج للخطوط بتاعتي على درجة البشرة دي. لو انا مش معايا درجات بجات او الكلام ده كله ممكن ادمج بالابيض، وممكن ادمج بدرجة فاتحة خالص او بلمسة بسيطة او من الاصفر او الاحمر. لمسة بسيطة جدا عشان اتأكد وامشي في اتجاهات مختلفة. ده هيساعدني كتير قوي ان انا اوصل لدرجة مظبوطة، وفي نفس الوقت مسام الورقة بتاعتي تكون مرتبة ونضيفة.